يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. بص، كل اول شهر بحاول ان انا اجرد اللي عندي وايه اللي موجود وما اجيبش حاجات على حاجات كتير جدا ملهاش لازمة بالنسبة لي. مثلا انا دلوقتي لقيت عندي كيسين مكرونة، عندي كيسين لسان عصفور، عندي كيسين شعرية، كله بالورقة والقلم. من غير الورقة والقلم بصي كل حاجة عندك هتسيح وانتي نازلة السوبر ماركت. بصراحة كل حاجة لما بتكتبيها في الورقة والقلم بيكون في نظام، بتعرفي انت عايزة ايه وناقصك ايه ولسه ما جبتيهوش، لان دلوقتي السوبر ماركت ما عادتش كل حاجة موجودة جنب بعضها. يعني مثلا عايزة اللبن في اخر السوبر ماركت، عايزة الجبنة في حتة بعيدة. ده بالنسبة لي انا دلوقتي لما جربت لقيت عندي الرز ده، والرز ده انا ما كنتش راضية عنه تماما. لقيت عندي كيسين دقيق، يعتبر عندي 3 اكياس، فمش هشتري دقيق، هشتري رز لاني محتاجه. هشوف اشكال المكرونه ايه اللي عندي عشان اجيب بدلها، هشوف ايه النواقص بتاعتي وهبتدي ان انا اجيبها. شوفوا انا بعمل ايه في السوبر ماركت. كده خلاص ابتديت ان انا خلصت كل طلباتي بالورقه والقلم. اللي انا بجيبه بقول خلاص انا جبته وبشوفه في العربيه، مش شرط ان انا لازم اعلم عليه. بس لو حبيتي ان انت تعلمي وتقولي خلاص انا جبت ده وجبت ده وده ناقص، لان ممكن تبقي كاتبه بند، مثلا بند الجبن، وما لقيتيش الجبنه اللي انت عايزاها، فممكن تعلمي عليها ان انت لسه ما جبتيهاش عشان خاطر تبقي عارفه انت ايه لسه ما جبتيهوش. خلاص كده بحاول ان انا اجيب كل طلباتي الأساسية، بالنسبة لسكر، شاي، نسكافيه، الحاجات دي كلها بالشهر. ولكن الأجبان واللحوم بحاول، والخضار بحاول أجيبها يعني مثلا كل أسبوع كل أسبوعين، على حسب الحاجة عندي ما بتخلص. تمام. هنا كده خلاص، كنت انا زي ما قلت لكم ان انا جردت قبل ما انزل كل حاجه انا موجوده عندي عشان خاطر ما كترش منها واشتري حاجات تانية ناقصاني. دلوقتي الميزانيه لو انت مثلا كنت بتنزلي ب 3000 ممكن بتجيبي في حدود 50 منتج، دلوقتي بقيتي بتجيبي 25 منتج بس. كده خلاص بقول لكم ان انا اشتريت كل اللي انا عايزاه. كده انا جبت الرز. بصراحة الرز ده انا راضية عنه جدا، يعني هو حلو جدا وما بيعجنش، وكمان الرز ده مغسول حلو خالص. الكيس كان عامل فيه 16 جنيه ونص، ده كيلو. وطبعا الروز جاردن دي انا جبتها برضو، دي كيلو عاملة 15 جنيه. جبت واحدة، وعندي واحدة اساسا. جبت كمان مكرونة بن جبتها، دي برضو عاملة 15 جنيه، اسمها كايرو. دي اول مرة استخدمها. ليه بجيب من كل نوع شكل؟ لاني ما بلاقيش من النوع الواحد كل الاشكال. يعني مثلا بروح بلاقي الاسباجيتي مثلا الملكة، في منها بن وفي منها مرمر، ما بلاقيش حاجات تانية، ما بلاقيش اشكال. فبحاول اشتري الاشكال اللي انا عايزاها من منتجات اقدر ان انا استخدمها. لكن يعني مش كل المنتجات بصراحة بتعجبني في المكرونات. بحاول اشتري يعني افضل الحاجات، افضلهم مش احسنهم قوي يعني. لان يعني مثلا نص كيلو المكرونه في روجينا بقى سعره غالي جدا بصراحه. دلوقتي انا برضو كمان جبت، لقيت عندهم النسكافيه الكلاسيك عامل 380 جنيه، فانا قلت اجرب اجيب 100 جرام واجربه. بصراحه طلع حلو جدا. حاولت ان انا اجيب كل التوابل اللي ناقصاني، مش عايزه اكتر منها لان بصراحه ما بتبقاش حلوه قوي لما بتقعد. جبت ازازة زيت حلوة عشان خاطر القلي، جبتها 2 لتر وربع، كانت عاملة 84 جنيه، سعرها كويس. جبت من الحمص. بصوا انا جبت التوابل، الحاجات اللي انا عايزاها، بحيث ان هي كل ما بتخلص بتقعد معايا الشهر او اكتر وبجيب غيرها على طول. جبت طبعا لبن بخيره، كان عامل هناك 19 جنيه، بره عامل 22 و23 جنيه. مش عارفة ليه، يعني كل واحد هنا بيبيع بمزاجه، مش عارفة ليه. كيس العيش الشامي ده عامل 11 جنيه فيه 5. وجبت كركديه وعدس اصفر وعدس بكبة وفيجيتار وحمص وفلفل اسود وكمون وكل التوابل اللي ناقصاني. كده خلاص هنا انا يعتبر خلصت كل البند بتاع الحاجات الشهرية.
تمام. هي دي الحاجات اللي هتكفيني في الشهر ان شاء الله، هي دي الحاجات اللي هتكفيني في الشهر بالنسبة للرز، شعرية، بقوليات، لسان عصفور، كل الحاجات دي لكن طبعا في جنبها بقى حاجات تانية، مثلا لسه هنشتري الخضار، لسه هنشتري اللحوم كده. طبعا الكيكات دي انا جبتها لان حلوة، هما بيحبوها، وكمان كان عليها عرض. جبت 3 الواحدة عاملة 14 جنيه. جبت الكاتشب ده كان عامل 28 جنيه، بجيبه كبير ولو يا ريت يكون اكبر من كده كمان. جبت المايونيز ده كان عامل 22 بتهيألي، والكراميل ده عامل 14 جنيه. وجبت ديفا ده، بصراحة ليه انا ما بجيبش صابون قطع، انا بفضل الصابون ده لانه التانية بتفضل بتبوش وما بيعرفوش يستخدموها، وخلاص احنا اتعودنا على ده، وكمان الضغط منه مش قوي وبيقعد معاكي اكتر من شهر. انا جبت 2 لان عليهم عرض، الواحدة عاملة 19 جنيه بدل 32 جنيه، وهو بصراحة كان ب22، مش عارفة ليه طلع بقى ب32. وكمان على فكرة الصابون القطع ده يعني انا بشوفه عن نفسي هو مش عملي. وجبت كمان فيبا الصابون السائل ده، الاتنين مع بعض كانوا عاملين عرض ب75 جنيه بدل 130. وجبت كولوريكس الوان كولوريكس ابيض عامل 32 جنيه، دول كانوا عينات مجانيه كده، كانوا بيوزعوها من كولوريكس، بس انا بستخدم فانيش وبحطه كمان على الاريال. ده اريال اوتوماتيك، هناك برضو في فتح الله بيبيعوه كده بالكيلو. حبيت ان انا يعني ابدل وما اجيبش كميه كبيره، لاني انا غسلتي فوق اوتوماتيك. وجبت سترس كان عامل 34 جنيه بدل 42 جنيه. جبت كمان الو ايفا بديل الزيت، حلو يعني، احنا بنستخدمه نوع تاني بس جبت النوع دوت قلت اجربه، كان عامل 37. جبت برضو من الو ايفا حمام كريم حلو برضو، كان عامل 32 جنيه. ده هنجربه كمان، ده للشعر المصبوغ، والتالف لسه هجربه. جبت طبعا الشامبو البلسم، جبت البلسم بزبدة الشيا، وكمان مفهوش سلفيد ولا صوديوم ولا اي حاجة، خالي من كل حاجة، كان عامل 62 جنيه. جبت الاسيتون ده، انا بحب اجيب دايما الاسيتون يكون غالي بصراحة، من نقطة واحدة بتقدري تشيليه وبيوفر معاكي كتير جدا، يعني مثلا ده ممكن يخلص على طول. ده كان عامل 15 جنيه. فرش الاسنان برضو بحاول ان انا اغيرها كل شهر، شهر ونص، فما بحاولش ان انا اجيبها غالية لانها ما بتقعدش عندي. جبت بقى كل الاجبان بتاعه الاسبوع. جبت طبعا جبنه بيضه ناشفه، جبت لانشون، جبت تركي، جبت جبنه موتزاريلا. الحاجات دي بقى ايه، بجيبها كل اسبوع. وممكن مثلا الجبنه النستو تقعد معايا اسبوعين، ممكن على حسب الاستخدام ايه النواقص اللي عندي، وبنزل اجيبها تاني يعني، لان لو جبتها بقعدها في الفريزر وكده يعني، فبقول ان انا اجيبها طازة افضل، بلاش تقعد عندي في الفريزر. بس كده خلاص، دي كانت كل الجبن اللي انا جبتها. جبت طبعا جبنة بالولد 24 قطعة، طعمها حلو مش وحش. 24 كانت عاملة 32 جنيه. انا ماسكة الفاتورة في ايدي علشان خاطر لو اي حاجة انا ايه عايزة اعرفها. جبت طبعا برضو تونة، انا بحب التونة قطع بس ما لقيتش منها حرة، فلقيت منها مفتتة في فتح الله عاملة 15 جنيه. وكده خلاص، دي كل الحاجات اللي انا جبتها، وان شاء الله ان شاء الله هرصهم معاكم واوريكم انا بوفر على نفسي ازاي وقت ومجهود بصراحة في الحاجات دي. ما بحبش احط كل حاجة بالكياس كده وافضل اخد من الكيس وكده اهو. فبصراحة طريقة الرص هتوفر معاكم جدا. جبت كمان علبة مربى الربع دي عاملة 13 جنيه ونص، 13 جنيه ونص، 380 جرام. جبت كمان البودر ده خوخ كده من رايس، لسه اول مرة اجربه،